في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، أشرف عامل إقليم بوجدور بمعية شخصيات مدنية وعسكرية صباح اليوم على زيارة وإعطاء انطلاقة جملة من المشاريع التنموية بتراب الجماعتين الترابيتين الجريفية والمسيد. والتفاصيل في متابعة لبريغين العروسي والمحجوب كزيزة وأحمد سالم بالكين. الأنشطة المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة شهدت إعطاء انطلاقة عديد المشاريع التي تندرج ضمن استراتيجية شمولية تستهدف تنمية المجالين الحضري والقروي من خلال توفير بنية تحتية وتجهيزات ملائمة لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة، ودعما لجهود تعزيز البنيات التحتية الأساسية للجماعات الترابية الجريفية. زار عامل الإقليم رفقة الوفد المرافق له محطة تحلية مياه البحر بقرية الصيدة فتيسات، محطة تم إنجازها في إطار شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجهة العيون الساقية الحمراء باستثمار مالي فاق 31 مليون و700 ألف درهم، وتعتبر إضافة نوعية للبنى التحتية الأساسية بالمنطقة. مشروع حيوي مكن من تلبية حاجيات الساكنة من الماء الشروب. بعدها أشرف الوفد الرسمي على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع ربط محطة تحلية المياه بالكهرباء. المشروع رصد له مبلغ مالي يقارب 2.5 مليون درهم. وبنفس المنطقة الساحلية دائما أعطيت الوفد الرسمي تفاصيل حول مشروع تهيئة تجزئة العمران المنجزة في إطار التهيئة التدريجية لمركز نويفض على مساحة تقارب 3 هكتارات وبتكلفة تقدر ب5 ملايين درهم، مع تقديم مشروع إنجاز أشغال معالجة أضرار الطريق الإقليمية رقم 1402. كما تم تقديم مشروع إعادة تهيئة مركز الإدارة الترابية التابع لقيادة الجريفية. تم إنجاز هذه المحطة المهمة، محطة إزالة الملاح المعدنية بقرية الصيادين أفتياسات، والذي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 432 متر مكعب في اليوم، وهي محطة كافية لتزويد ساكنة بماء صالح للشرب. هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 31.4 مليون درهم، والذي يتم تمويله بشراكة مع جهات العيون الساقية الحمراء بنسبة 30% والمكتب بحوالي 70%. هذا المشروع يشتمل على كما قلت على هذه المحطة إضافة إلى خزان عالي 250 متر مكعب في اليوم. ومن شأن هذه المحطة أن تلبي حاجة الساكنة من ماء صالح للشرب. هذه الطريق الإقليمية اللي توصل فيها 300 كيلو، توصل فيها الطول الإجمالي ديالها 300 كيلومتر، سيتم معالجة الأضرار فيما يخص 50 كيلومتر معبدة. وكما أعطت الوزارة انطلاقة الدراسات التقنية بالنسبة ل 250 كيلومتر اللي هي في المراحل النهائية ديالها، على أساس أنه سيتم مبرمجة بناء هذه الطريق على طول 250 كيلومتر في السنوات المقبله ان شاء الله. المشروع ديال الانجاز ديال تجزئه نويفض بالجماعه الترابيه الجريفيه كيهم انجاز 129 وحده سكنيه بشكل تدريجي. التجهيز غادي يتم بشكل تدريجي، والهدف من المشروع هو اغناء العرض السكني بالجماعه ديال الجريفيه بصفه خاصه وبالاقليم ديال بوجدور بصفه عامه. اليوم عرفت جماعة الجريفية بمناسبة تخليد ذكرى عيد المسيرة الخضراء انطلاق عدة مشاريع اللي من جملة محطة تحلية مياه البحر اللي في تيسات في أمس الحاجة لها، ولا هي تفك ياسر عن بحارة القرية النموذجية. والمشروع الثاني وهو إعطاء انطلاق التجزئة بنويفض تكملة المشاريع الفلاحية المقامة على أرض الجماعة. والمشروع الثالث اللي يتمحور في إعادة طريق 1402 اللي عاد في أمس الحاجة لإعادة النظر لتقادمها. برنامج التدشينات تواصل من جماعة المسيد وتحديدا بقرية الصيد أقط الغازي، مشاريع استثمارية كبرى أعطيت انطلاقتها بالمناسبة الوطنية تعزيزا لمسار التنمية التي يعرفها الإقليم. مشاريع هامة تنضاف لأخرى شهدتها قرية الصيد أقط الغازي مؤخرا تراعي ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. هنا بقرية الصيد أقط الغازي
تابع عامل الإقليم والوفد الرسمي شروحات وافية عن مشروع إنجاز تهيئة الخط الكهربائي للجهد المتوسط الخاص بقرية صيد أكط الغازي، مع تقديم مشروع تهيئة الطريقة الإقليمية الرابطة بين الطريقة الوطنية رقم 1 وبير عباس المنجزة من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة على طول 39 كيلومتر، سعيا لدعم جهود فك العزلة عن مناطق الآبار وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية. زيارة الوفد الرسمي لقرية أكط الغازي سنحت له للاطلاع على مرافق محطة تحلية مياه البحر كتقنية بديلة من أجل الاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية من هذه المادة الحيوية. هذا المشروع تم الانتهاء منذ 2023 وتم استغلاله كذلك في نفس السنة، وهذا المشروع يندرج كما قلت في إطار البرنامج التنموي المتأخر من الجنوب، واللي يشمل كذلك على خزان عالي 200 متر مكعب، ومن ثم سيتم إن شاء الله استغلاله عبر شحن السريجية ونافورة عمومية في انتظار الانتهاء من إنجاز شبكة توزيع الماء صحيح الشرب. هذا المشروع هذا اللي يتم إنجازه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 من أجل تنمية وتهيئة المناطق الرعوية. التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 27 مليون درهم، والغاية من مثل هذه المشاريع هو تسهيل الولوج إلى المناطق الرعوية وفك العزلة، بالأخص هذا المسلك اللي غادي يفك العزلة على 3 آبار اللي كتعتبر من أهم الآبار على مستوى جامعة لمسيد. أكبر الحمد لله محطة تحلية مياه من الجودة الرفيعة تم إنجازها الحمد لله، وتم ربط القرية كذلك قرية الصيد أكط الغازي بالشبكة الوطنية بالضوء، وكذلك تم ربط مجموعة من الطرق القروية اللي مؤدية للآبار ومؤدية لمواقع للسكان داخل نفوذ الترابية للجماعة. هذه كامل المشاريع الحمد لله اللي تم التحدث عنها اليوم في الجماعة، هي مشاريع جد مهمة وواعدة، والسكان بحاجة لها مهمة. الأنشطة المخلدة للذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة عنوانها مواصلة مسيرة البناء والنماء بكافة المجالات الحضرية منها والقروية عبر إعطاء انطلاقة العديد من المشاريع لتعزيز البنى التحتية والمشاريع المهيكلة والأوراش الرامية للنهوض بالإقليم في مختلف المجالات، مشاريع تروم أساسا فك العزلة عن الساكنة القروية ودعم الخدمات والبنيات الأساسية بقرى الصيد وبالوسط القروي.